عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا كلكم ألف خير ونعمة. اليوم جبت لكم حويجة حلوة وبنينة برشا برشا اللي هي كيك روليه باش نعمله لكم بجنواز سهلة برشا. ما تجيكم ناجحة من أول مرة، لا فيها لا زبدة لا حليب لا فيها حتى شيء، وخاصة باش نعطيها لكم بمقادير مضبوطة اللي هما بالمغرفة وإلا بالكيس، وباش نعطيها لكم زادة بالطبيعة بالجرام. اليوم زادة باش نعطيكم وصفة الكريمة اللي باش نحطها من داخل بزوز مكونات فقط. فريمون كيك ياسر سهل واقتصادي او ميم طون، وخاصة باش نعمله لكم بزينة من برا ياسر سهلة وفي متناول الجميع. نمشيو مع بعضنا للوصفة متاعنا. نجيو طريقة بالنسبة للمقادير. هنا المقادير كل شيء في الستة، يعني هذه جنواز أنا نسميها ستة ستة ستة. علاش؟ على خاطر عنا ستة كعبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، ما لازمهمش يكونوا باردين، نأكد عليكم. ستة مغارف كبار سكر. بالنسبة للسكر كان تحبوا بالجرام تجيكم 110 جرامات سكر حبيبات. مع هذيك باش نسحقوا 6 مغارف كبار فارينة. بالنسبة للمغارف يكونوا مملوئين، وبالجرام يجيكم 130 جرام فارينة. 6 مغارف زيت نباتي يكونوا كيف كيف مملوئين، ومعهم 6 مغارف ماء. ومع هذيك باش نسحقوا زوز سكر فاني باش نحيو به اكل مطعم تاع العظم في جينواز. ومعهم ساشي خميرة جاتو اللي هي الخميرة الكيميائية. هذا بالنسبة للمكونات. نمشيو طبيعة لطريقة التحضير سهلة برشا. باش نصبوا البيض الكل في صحفة كبيرة، من بعد نزيدوا عليه المغارف متاع السكر. هنا باش نوريكم كل شيء بالتفصيل، انا راني وزنتهم مسبقا اما حبيت نوريكم على عينيكم اللي نتوما تحطوا 6 مغارف كبار سكر. هذه عملتها اليوم الروسيت هذه بالنسبة للي ما عندوش ميزان ويحب حاجة هكا فيت في وناجحة. خاصة هاوكا صبيت 6 مغارف سكر اللي هما كما قلت لكم يجيو 110 جرامات. نزيدوا عليهم زوز سكر فاني، وهنا راهو سكر فاني تنجموا تعوضوه بالفانيلا كان عندكم، اذا كنت تحبوه، الا تنجموا تعوضوه باي منكه اخر. انا هنا بدلت الصحفه على خاطر الصحفه الاولانيه حسيتها صغيره، وتوا باش نبدا نركض فيهم بالمضرب الكهربائي يعني الباتور الكتريك لين الحجم نتاعهم يولي 3 مرات الضعف ويبيض بالكدا. وقتها تنقول لكم النتيجه اللي تحصلنا عليها باهيه ولا. هنا نركضوا ديما في الفيتيس قويه على الاخر نتاع الروبو نتاعنا لين نتحصلوا في الاخر على موس تكون ما شاء الله هكا تعمل اكل خطوط هذوكم من فوق. يعني راهو الخليط نتاعنا احضر. لازمكم تركضوه مليح مليح، على قد ما تدخلوا فيه الهواء على قد ما تجيكم بعد الجنواز ناجحه. هنا انا صاي كملت، وهذه هي النتيجه اللي حاجتنا بها بارفي. توا باش نتعداو نزيدو المواد السائله اللي هما الماء كيف كيف باش نوريكم كل شيء على عينيكم، اللي هي 6 مغارف كبار ماء. هذايا باش يخلي الجنواز نتاعنا من بعد ما تتشققش كي نجيو نروليوها في الاخر. باش نزيد المغارف نتاعي، ومن بعد كيف كيف باش نتعداو للزيت ونزيدو 6 مغارف كبار زيت نباتي، وهذاك اللي باش يخلينا من بعد الجنواز تجينا شوشة وتذوب في الفم. انا بالنسبه ليكم انتم كان تحبوا تنجموا تعوضوهم بالزبده، اما انا عملت لكم حاجه اقتصاديه وحاجه في متناول الناس الكل، والزيت راهو ياسر بنين في جينواز على خاطره خفيف برشا. انا من بعد ما كملت زدت كل شيء طويقه مقعد لي كان باش نخلطهم. ردوا بالكم كي تخلطوا المواد السائله مع الخليط نتاع العظم والسكر، ردوا بالكم تطيحوا الهواء اللي فيه، خليوه يعني تخلطوا دوسمون، يعني بالباتور يكون يمشي في المينيموم باش هكاكا الخليط نتاعنا ما يتيحش ومن بعد ما تجيكمش جنواز هشوشه. كيما ريتو انا دوب ما خلطتهم هكا فيسع فيسع، ومن بعد سكرت الروبو وهكا عملت تخليطه صغيره فيت في. سي توا باش نحي الروبو كملت بيه، وباش نتعداو نخلطوا كل شيء بالفواء مانيوال العادي. طريقة باش نزيد الفارينة والخميرة الجاتو، هذوما لازمني نغربلهم. اكيد راهو ناكد عليكم يلزموا تغربلوا كل شيء خاصة الفارينة والخميرة. زدت اول حاجة الخميرة متاعي اللي هي 25 جرام، ان نغربلها كلها. ومن بعد باش نجيب الفارينة وكيف كيف كيما وريتكم في البقية باش نوزنها لكم بالمغرفة. شوفوا كيفاش نهزوا مغرفة مملوءة، انا على خاطر نخدم بيد واحدة دونك انا نتوما تهزوا مغرفة مملوءة مملوءة. فوالا. وذي كان تحبوا بالجرام تجيكم 130 جرام فرينة. كيف كيف هذوما توا باش نغربلهم الكل، ومقعد لي كان باش نخلطهم وتكون كيكه الجنواز نتاعنا حضرت. كيما ريتو حاجه سهله على الاخر في متلاون الناس الكل، وكيما ريتو سورتو ما تتكلفش برشا.
لا فيها لا ميزان ولا فيها حتى شيء، فيت فيت نجموا تعملوا جاتو في سويعة من زمان. توا سيدو ما غربلتهم، وباش نجيب تويكا الفوي كيما ديما نخلطوا بهذه، على خاطر راهو هذا يخلي لكم الجينواز ما فيهاش اكعابر، كونتريرمون للماريز يعني اللي هي اسباتول كي تخلطوا بها، خاصه اللي كان انتم مبتدئين يعني اول مره تعمل جينواز تنجم تجيك صعيبه. ننصحك استعمل الفوي هكايا وتجيك من بعد جينواز ما فيها حتى كعبوره، وتجيك كلها فرد منظر. انا هنا خلطت صايي، وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها كيما ريتو. شوفوا جينواز تبارك الله كيما هي كلها قد والكلها فرد منظر. تويكا باش نتعداو لاخر حاجه اللي هي باش ناخذ البلاتو متاعي وباش نبدا نصب فيه الجينواز. يعني اونتر طون الفور متاعي قاعد يسخن على 180 درجه، يشعل من فوق ومن اللوطا. حطيت بابي كويسون بالنسبه للبلاتو متاعي فيه 40 على 30، وانتم بالطبيعه تستعملوا البلاتو اللي يساعدكم. باش نحط تويكا الجينواز متاعي كلها لازمكم تحطوا بابي كويسون باش ما تلصق لكمش الجينواز. ومن بعد باش نصب الجينواز متاعي كلها. نصيحه مني، اذا كان تحبوا تنجموا راكم تدهنوا البابي كويسون بشويه زيت والا زبده باش هكاكا من بعد ما تلصق لكمش. هذه اختياري، اما انا ننصحكم. نجيب تويكا اسباتول متاعي وباش نحاول نستوي الحراف الكل متاع بالجينواز. اذا كان ما عندكمش سباتول مش مشكل، راهو بمغرفه صغيره تنجموا تخدموا الخدمه الكل. نبدا نهز هكايا ونسيسو، ما ننزلوش عليها بالقوي، ونحاولوا نستويوها في الحراف الكل، ونعملوا لو ماكسيموم باش تجينا الجينواز مستويه في الجناب الكل والكلها قد باش هكاك من بعد كي نروليو الجاتو يبدا كله فرد منظر. هنا صحيح كملت حضرتها اهو، كحاولوا استويوها على الاخر. وتوا باش نهزها تجيب في الفور كيما قلت لكم يشعل من فوق ومن اللوطا على 180 درجه. ردوا بالكم تحطوها على فور قوي، راهي فيسع ما تجيب، وباش هكاكا تقعد لكم هشوشه ويقعد فيها اكل بنه وكالتراوه هذيك. حطيتها تجيب في الوسط، ما تحطوهاش ياسر عاليه الفوق باش ما تحمرش برشا. وفي الاخر لازمكم تخليوها اللون متاعها كيما هكا، هذا هو الريزلت اللي لازمكم تتحصلوا عليها. توا اول حاجه باش نعملها باش نخليها طبيقه تبرد شويه بركه، حكايه دقيقه بركه، ونجيب من بعد السكينه وباش نحل الحراف الكل. هنا انا على خاطر عملتها على كبر البلاتو، دونك بالسكينه باش نحاول هكا نعدي على جناب الكل باش هكاكا نحاول نبعدها من البلاتو، وبعد كي نحيها من البابي كويسون ما تتقطعليش. فوالا هاو كنحاول نهز هكا باش نشوفها اللي هي اتنحات لكلها. ومن بعد طبيكا باش نتحداو لليتاب اللي من بعد اللي هي راهو جينواز، لازمكم فيسع ما تلفوا عليها باش تقعد طريه. ناخذ بابي كويسون كيما هكا نحطو فوق الرخامه متاعي ولا فوق الطاوله ولا اللي تخدموا عليها. ناخذ من بعد شويه سكر غلاس اللي هو سكر المحور، السكر المرحي، ونغربلوه فوق البابي كويسون من الجناب الكل باش هكاك من بعد كي نحطو الجينواز متاعنا ما تلصقش في البابي كويسون، وهكاك نحافظوا على الفورمه متاعها. من بعد ما نغربل على جناب الكل طويكا باش نهز الجينواز متاعي ونقلبها ونحطها فوق البابي كويسون. كيما ريتو تبارك الله الجينواز طريه على الاخر. هنا توا باش نمشيو نحيو اكل البابي كويسون اللي طيبنا عليه الجينواز، اما دوسمون يعني نحاولوا هكا نركزوا وما نحيوش فرد ضربه، يعني ما نحوش من قبل قوي باش هكاكا ما تتقطع لكمش الجينواز. وسعوا بالكم بشويه راهي تتنحى فاسيلمون. فوالا هكا نكونوا كملنا. نرجعوا البابي كويسون هذاك فوق الجينواز نتاعنا، وتوا نقلبوها عاشيها الاخرى. نحيو البابي كويسون نحاولوا هكا ندزوه شويه، وتوا باش نروليوها على بعضها. اللي هذيا تعملوها باش هكاك من بعد كي تجيو تروليو الجينواز نتاعكم على الكريمه ما تتقطعش وما تتحلش في الوسط، وتقعد المنظر نتاعها ياسر مزيان. نروليوها وطويكا باش نحطها في منديله اخرى ونخليها نلف عليها مليح مليح باش هكاكا ما تشحناش في الهواء. خاصه هذه ايتاب مهمه برشا، على خاطر احنا لو طون اللي حضرنا الكريمه وكل شيء هكاكا الجينواز نتاعنا تبدا محفوظه.
نغطيها نحطها على جنب ونتعدي ونحضر من بعضنا الكريمة اللي هي بزوز مكونات فقط. نجيو تويكا بالنسبة لمكونات الكريمة هنا باش نستحقوا 200 غرام شوكولا نوار شوكولاتة سوداء اللي هي شوكولاتة الكحلة. هنا بالنسبة لكم انتم ماذا بيكم تستعملوا شوكولاتة من نوعية جيدة، راهو مهم برشا في نجاح الوصفة متاعكم. خذوا شوكولاتة سبيسيال متاع ديسير يعني متاع جاتوات. معاهم هنا 150 غرام من الكريم ليكيد اللي هي فيها 30% من ماتيير غراس، وهنا 300 غرام من الكريم ليكيد اللي فيها كيف 30% من ماتيير غراس، يعني راهو مهم برشا مكتوب عليها كريم اونتيير. هنا نقسموها على 2 تنقلكم علاش. اول حاجه باش نعملوها باش ناخذوا الشوكولاته متاعنا ونقصها ونحطوها في صحفه كبيره. كل ايتاب تبعوني بالديتاي، راهو الكريمه هذه سهله على الاخر وخاصه ناجحه برشا برشا. بعد ما نقص الشوكولاته متاعي باش نتعدى ناخذ ال 150 غرام كريم ليكيد ونصبها في كاسرونه ولا في حاجه صغيره ونسخنوها لين تغلي. كما قلت لكم عندنا 150 غرام باش نسخنوهم، و300 غرام الاخرين تاع الكريم ليكيد نخليهم على جنب باردين. يعني من بعد ما سخنت الكريم ليكيد متاعي نهزها ونصبها فوق الشوكولاته هذيك باش نذوبوا الشوكولاته متاعنا. من بعد ما نصب الكميه كلها ناخذ مغرفه ونحاول نغطس الكتويبه متاع الشوكولاته في وسط الكريم ليكيد باش هكاكا يذوبونا في وسط الخليط هذاك الكل. نخليها ترتاح لمدة 10 دقائق ومن بعد نرجعوا لها تنلقاو الشوكولاتة متاعنا ذابت، وهكاك تسهل علينا العملية متاع تخليط الشوكولاتة. يعني بعد ما تعديو 10 دقائق شوفوا كيفاش الشوكولاتة ذابت. توا ما قعد لي كان باش نخلطها كلها مع بعضها، وانتو ما تخلطوا فيها راي ما تعبش فيسا فيسا، ما تتخلط الكل مع بعضها، وفي الاخر تتحصلوا على شوكولاتة تكون هكا تلمع وكلها ذيبة ويسر يسر بنينة. كما تراو هكا توا الى حد الان لي زيتاب كلهم سهلين على الاخر. به هنا سي توا الشوكولاته متاعي ذابت، وهذا هو الخليط اللي انا اتحصلت عليه. توا ما قعد لي كان باش نكمل نزيد بقيه الكريم ليكيد الاخرى اللي هما 300 غرام كريم ليكيد باردين. نصبوا الكميه الكل مع بعضها، وما قعد لي كان باش نخلطها الكل مع بعضها. هذه هي الكريمة متاعنا حضرت كيما ريتو، ما أسهلش من هكا. حاولت نعمل لكم أكثر حاجات سهلين وناجحين 1000%، باش هكاكا ما نخليكمش حايرين. واللي يحب يعمل حويجة هكا سهلة وما يحبش حاجة ياسر معقدة يتبع الروسيت هذيا ويرحم لي على والدي، على خاطر بالحق من أنجح الوصفات ومن أسهل الوصفات متاع جاتو. هنا سي بعد ما كملت خلطها نجيب حذايا بابي سولوفان. هذا زاد مهم برشا انكم تغطيو الكريمه متاعكم من فوق اون كونتاكت، يعني البابي السولوفان يمس الكريمه من فوق باش ما تعمل لكمش اكل قشره، وخاصه كي تبرد في الفريجيدير ما تاخوش اي مطعم اخر. هكاكا نحافظوا على البنه متاع الكريمه متاعنا، وباش نهزها نخليها تبرد في الفريجيدير. إذا كنتم مزروبين تنجموا تحطوها في الكونجيلاتور نص ساعة، وإذا كان عندكم الوقت خليوها ساعتين في الفريجيدير. أنا حطيتها في الكونجيلاتور على خاطر ما عنديش برشا وقت وين نصور لكم، خليتها نصف ساعة في الكونجيلاتور وسي حضرت. توا باش نحي البابي سولوفان نحاول هكا نعصر أكل الكريم كلها اللي قاعدت فيه، ونجيب المضرب الكهرباء متاعي نحطه في الفيتيس ماكسيموم ونبدأ نركض فيها لين تتحصل على كريم شادة روحها وبتعمل 66 كيف. بالنسبة للوقت وانتم تركضوا راهي ما تاخوش منكم برشا وقت، انا خذت مني 3 والا 4 دقائق. ومن بعد انتم وكل واحد والباتور الكتريك متاعو، كل واحد والمضرب الكهربائي والفيتيس متاعو. المهم في الاخر تتحصلوا على كريمه كيما هكا كيما ريتو هكا. خليت لكم لو طون ريال جوست اكسيليري باش تشوفوا نتوما اللي الكريمه كيفاش كي تتركوا فيها تبدا تشد في روحها بشويه بشويه لين في الاخر تتحصلوا على كريمه تكون ياسر سائله كيما هكا. فوالا نحي الباتور متاعي وسايي، هذه هي الكريمه متاعنا حضرت كيما ريتو سهله سهله على الاخر، وخاصه ياسر بنينه خاصه لعشاق الشوكولاته. حبيت نوريه لكم زاده بسباتول كيما تراو باش تشوفوا الكونسيستانس نتاعها، يعني القوام نتاعها. شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله شاده روحها على الاخر. فوالا هذا بالنسبه للكريم نتاعنا سي وحضرت.
نتعداو تويكا باش نعملو المونتاج متاع الجاتو اللي ما اسهلش كان منه. نجيب تويكا الجنواز متاعي من بعد ما بردت، نحيو المنديله وبطريقه باش نهز الجنواز متاعي وباش نحطها فوق البلان دو طرافاي وباش نبداو نخدمو نحطو في الكريمه متاعنا. قبل هذاك باش نعمل شويه حليب فوق الجنواز متاعي باش هكاكا تزيد تعطيها هشاشه اكثر وتبدا تذوب ذوبين في الفم. نحي البابي كويسون وكيما ريتو شوفوا تبارك الله الجنواز لا تشقت ولا حتى شيء، هذيك جوست الكوش الفوقانيه تنحات شويه على خاطر عرقت على البابي كويسون، ما فما حتى مشكل، هذيك كل باش يتغطى. ناخذ شويه حليب ونسقيها كيما هكا. انا ما حبيتش نعمل لكم سيرو كيما قلت لكم، حبيت نعمل لكم اكثر حاجه سهله باش هكاكا نكملوا في نفس التيم، كل شيء سهل. تنجموا تعملوا راهو سيرو، يعني تعملوا كاس ماء عليه كاس زوز كيسين سكر وتحطوا فيهم شويه روح الفاني وتسقيوا بهم الجنواز نتاعكم. اما انا عملت لكم الحليب وراهو زاد الحليب تجيكم ياسر بنينه، خاصه ما تكثروش ياسر، المهم حطوا كميه صغيره اكهو. من بعد نجيب الكريمه متاعي نحط اكثر من شطر الكميه، والكميه الاخرى نخليوها باش نلفوا بها من بعد الرولي متاعنا. نجيب السباتول متاعي ونبدا نخدم في الكريمه متاعي، نحاول هكا نوزعها بالتساوي على الجنواز متاعنا الكل، خاصه نحاولوا نعملوا لو ماكسيموم باش تبدا كلها مستويه، باش من بعد كي نروليو الجنواز تبدا المنظر متاع الجاتو متاعنا الكل كيف كيف، ما تجيناش بارتي اكثر من بارتي. اون فوا كملنا سايي حضرناها، توا باش نجيب هنا عندي شويه نوازيت، انا هنا رحيتها وحمرتها. تنجموا تحطوا لوز، تنجموا تحطوا بيستاج، اللي تحبوا نتوما، وتنجموا راكم تخليوه كيما هي. انا حبيت نزيد هكا على البنه وتجيني شويه قرميشه في وسط الجاتو. من بعد ما نوزع هكا على جناب الكل، تويكا مقعد لي كان باش نرولي الجاتو متاعي. كيف كيف بالنسبه للكميه متاع الفاكهه تحطوا اللي يساعدكم واللي متوفر عندكم. اول حاجه نبداو بها نحاولوا هكا ننزلوا من الاول شويه باش هكاك الرولي يجينا المنظر نتاعو بعد حلو، ومن بعد ما ننزلوا راهي تبدا تمشي وحدها. نحاولوا نعاونوا رواحنا بالبابي كويسون كيما هكا، نروليوها للشطر، من بعد نحي بابي كويسون ونروليوها بيدينا بالطريقه هذه. فوالا ريتو كيفاش سهله على الاخر، وكيما وريتكم انا الكريمه تلمون باهيه كي تروليو الجاتو نتاعكم ما تخرج لكمش على جناب، على خاطرها كريمه شاده روحها. تويكا بعد ما كملت نرجع اكل بابي كويسون هكا كيما هكا، ناخو اي حاجه تكون عندكم كيما هكا، نهزو بابي كويسون اللوتاني وننزلو عليها باش هكاكا نكبسو عليها مليح مليح وتجينا كلها مكبوسه، خاصه من بعد كي نقصها تبدا فيها اكل منظر نتاع سبيرال. فوالا ننزلوا عليها مش برشا، ندوب ليش هكا شويه بركه، وكان هنا نكونوا صايي كملنا كل شيء براتيكمون باش نرجعها تبرد في الفريجيدير، مش برشا حكايه نصيف ساعه، ومن بعد باش نعاودوا نغطيوها بالبقيت الكريمه اللي خليناها. هنا نحطوها على بلاتو ونرجعوها نلفوا عليها مليح باش هكاكا تقعد فيها البنه نتاعها والقشره الفوقانيه ما تشيح لكمش. نخليها تبرد ومن بعد نخرجها من الفريجيدير ونحي لها تويكا البابي كويسون كومبليتمون صايي ما عادش نستحقوه. كي نجيو نهزوها نسيسوها هكا من الجناب الكل، ونجيب تويكا البقيه نتاع الكريمه نتاعي ونغطي بها الرولي نتاعنا من الجناب الكل. نحاولوا هكا نمشيو على جناب الكل وما نحطوش كميه اكثر من بارتي، مثلا في بارتي اكثر من بارتي باش هكاك تبدا كلها اوموجين والكلها فرد منظر. هنا كيما ديتو الكريمه تلمو ما شاء الله ناجحه، راهي تعاونكم على الاخر في الخدمه. ما تنساوش من اللوطه حاولوا ركزوا على حرف الكل، اذا كان الاجناب ما يقلقوكمش على خاطر راهم من بعد باش نقصوهم، هذاك باش نخليو المنظر نتاع الجاتو يجينا حلو في الاجناب الزوز. يعني من بعد ما نعبيها من الاطراف الكل، من بعد باش نوريكم طريقه سهله على الاخر باش تجيكم هكا الكلها فرد منظر والكلها تبدا ليس على الاخر. ناخذوا بابي كويسون نثنيوه كيما هكا، فوالا، ومن بعد باش نحطوه فوق الجاتو نتاعنا ودوسمون هكا ديليكاتمون نجبدوه على الاخر الغولي نتاعنا، فوالا، وباش نعاودو نكررها مره اخرى باش هكاك يجيني مستوي على الاخر. ريتو قداش سهله التكنيك وناجحه 1000%. فوالا هكا نكونوا كمرنا الرولي نتاعنا، وكيما ريتو سهل على الاخر نحطوه يبرد في الفريجيدير ونتعداو نحضروا بعضنا الزينه. بالنسبه لي انا باش نرابي شويه شوكولا نوار، هنا تنجموا راكم تزينوا كيما تحبوا نتوما، انا باش نعطيكم فكره
وانتم تعملوا كما تحبوا. وبالطبيعة باش نعطيكم فكرة سهلة على الاخر. هنا هذه هي نتيجة تحصلنا عليها متاع شوكولا غابي. نخليها على جنب نتعديو نحضروا الجلاساج. هنا باش نستحقوا 150 غرام كريم ليكيد. هنا بالنسبة للكريم ليكيد ماذا بيكم تبدا باردة. هنا عندنا 120 غرام شوكولا نوار ومعاهم 60 غرام زبدة. هذوما توا باش نحط الشوكولا نوار متاعنا مع الزبدة ونحطوهم يسخنوا في الميكرووند، والا تنجموا تسخنوهم في بان ماري كيما تحبوا نتوما. من بعد ما سخنتو في الميكرووند نخلطهم مليح مليح لين الشوكولاتة كلها تذوب مع الزبدة هذيك، ونتحصلوا على النتيجة هذية تكون الشوكولاتة ذايبة وتلمع كيما هكا. توا مقعدلي كان باش نزيد الكمية متاع الكريم ليكيد متاعي. راهو الرسيت سهلة على الاخر، وكيما ريتو الجلاساج يجيكم من بعد ناجح، وخاصة كي تبداو تاكلوا في الجاتو متاعكم يبدا الكوش الفوقانية تبدا طرية على الاخر كيما بقيت الجاتو. من بعد ما نكمل نزيد الكريم ليكيد متاعي الكلها نحطها على جنب ونتعداو لاخر ايتاب في الوصفة متاعنا لليوم. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. كيما ريتو تتحصلوا على خليط يكون جيري شوية. توا باش نخرج الجاتو متاعي من الفريجيدير، ماذا بيكم مستحسن تحطوها دراجين في الكونجيلاتور البوش متاعكم باش تشد روحها، وكي تهزوها كيما هكا تبدا شاده روحها. نحاولوا نهزوها بدو سباتول، والا كان تحبوا تهزوها هكا بحاجه تكون مستسعه. ونجيب الشوكولاته متاعي اللي حضرناها اخر حاجه ونصبوها الكل من فوق. حاولوا هكا تصبوا فيها بشويه بشويه باش هكاكا تهبط على جناب الكل وتجينا الكلها يعني الشوكولاته على حراف الكل متاع البوش متاعنا. وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. توا باش نرجع الجاتو متاعي في الفريجيدير يبرد ونمشيو لاخر ايتاب اللي هي الزينة من فوق. اما قبل ذيك نقصوا الحراف الا جناب الزوز اللي هما منا ومنا باش هيك يبدا المنظر متاع البوش متاعنا مزيان. حاولوا خذوا سكينة تكون ماضية، وخاصة يكون الجاتو متاعكم بارد مليح. نحيهم ونتعداو. طبيكا هنا خديت شوية شوكولا بلون ذوبتها مع شوية زيت نباتي وباش نزين فيها من فوق. ماذا بيكم الشوكولا بلون كي ذوبوها في بان ماري خير. ونبداو نعملو في زينة كيما هكا سهلة على الاخر وياسر ياسر حلوة، وخاصة تبدا هكا في متناول الناس الكل. ونحاول هكا ديما نعطيكم حاجات سهلين. هذه الشوكولا اللي قبيله ربيناها نحاول نحطها هكا من الحراف الزوز ننظفها، وهذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. كيما ريتو جاتو ياسر بنين وياسر سهل في متناول الناس الكل، وخاصة بمكونات بسيطة. يعني بالنسبة للشوكولا النوار تكلفتناش يعني برشا. بالنسبة للزبدة ما استعملناش، الحليب ما استعملناش. حسيلو حاولت نعمل لكم أكثر حاجات يفرحوكم وتكون هكا حاجة يعني سهلة للناس الكل. هنا بالطبيعة باش نقص لكم برج باش تشوفوها كيفاش جات من داخل، وبالطبيعة باش نوريكم التكستور نتاع البوش متاعنا. فوالا شوفوا كيفاش اكسبيرال من داخل وكيفاش تجي كلها فرد منظر وياسر ياسر ياسر بنينه. بالطبيعه باش نوريكم بالفرشيطه التكستور شوفوا الدوب ما تنزلوا عليها ما شاء الله طريه على الاخر. وبالحق ما نحكي لكمش على البنه وكنوازات من داخل بنه على بنه. ان شاء الله يا رب تكون الوصفه متاع اليوم عجبتكم، وان شاء الله تكون نالت رضاكم. ما تنسيوش تخليوا لي كومنتير تعطيوني رايكم في الوصفه متاع اليوم، تعملوا لي لايك كان عجبتكم الفيديو، وانا نقول لكم ان شاء الله نتقابلوا تري بيانتو في وصفه قادمه. بسلامه.